الفترة الحالية الناس كلها تعاني من الفيروسات والإنفلونزا ومشاكل الجهاز التنفسي. أنصح وبشدة استخدام عسل الصال اليمني من ديفاين دروب مع عسل السدر اليمني من ديفاين دروب، وكمان تستخدم الانر كلين with prebiotics from توينكس براند. خلونا نشرح لكم كيف طريقة الاستخدام بحيث تخرج بأفضل مفعول وتستفيد منه. وبنفس الوقت عسل الصال، للملاحظة عسل الصال يعتبر عسل حار. في ناس مثلا يكون الحرارة مفعولها قوي جدا عندهم وتدوم لوقت أطول، في ناس تعاني من الحرارة بس بشكل أخف. فأنا الآن بشرح لكم أفضل طريقة للاستخدام. أنا من الأشخاص اللي يعاني من حرارة قوية من عسل الصال، فبشرح لكم كيف طريقة الاستخدام، أفضل طريقة استخدمها واستفيد منها. عندك الماء المغلي، طبعا يكون الماء فاتر ما يكون حار مرة. تحط الماء المغلي في الكوب، تحط نص ولا ربع ملعقة من عسل الصال اليمني. طبعا احنا نجيب لكم الملعقة تبع العسل او الخاشوقة. تحرك الملعقة، تحرك العسل مع الماء الدافي، وخلينا نحط ملعقة عسل سدر يمني من ديفاين دروب. ما شاء الله تبارك الله. العسل طبعا درجة أولى، كل الأعسال مفيدة، عملانا يشهدوا لنا بهذا الشيء. طبعا عندنا نتائج مختبرات عسل السدر، ما شاء الله تبارك الله، يعتبر عسل يعني من الأعسال العلاجية. اختبرناه في نيوزيلندا أكثر من مرة. درجة الفحص من 25 إلى 32. هذه الدرجات التي حصلنا عليها، اللي يسموه توتال اكتيف، ما يقارن ب 2000 MGO. تم تحريك العسل، عسل الصال خلاص. ما شاء الله عسل السدر. طبعا ناخذ واحد توينكس، هذا المشروب توينكس انر كلين with prebiotics، ممتاز وفعال جدا. انصحه بشدة استخدامه بالطريقة هذه عشان تطلع بأحسن مفعول وتستفيد منه وتشكرني بإذن الله زي اللبتون. هذه أفضل طريقة تستخدم فيها عسل الصال اليمني إذا كنت تعاني من الحرارة التي تجيك في الحلق وتستمر لمدة طويلة. قلل الكمية، اخلط مع عسل السدر، لأن العسل السدر أنتي بكتيريال، أنتي ميكروبال. عسل السدر فاستخدمه مع عسل الصال، أو يستخدم عسل السمر اللي تحب اللي يعجبك. وعليكم بالعافية.